يا ناس يا ناس، زمالك اخد الكاس. خلاص يا جماعه، الزمالك بطل كاس مصر سنه 25. لا عزاء للاهلاويه اللي كانوا مستنيين يشمتوا في الزمالك، ولا عزاء للاهلاويه اللي كانوا بيقولوا بيراميدز هيفوت للزمالك الماتش. طبعا دول اصلا بره مستوى الفهم خالص. يعني تحس ان هم تقريبا مش فاهمين بيقولوا ايه. تقريبا ده اصعب ماتش عدى علينا مع بيراميدز. حرفيا بيراميدز متحكمه في رتم المباراه بشكل كامل، خصوصا الشوط الاول وبدايه الشوط الثاني تقريبا لحد نهايه المباراه. التغييرات هي الوحيده اللي نصفتنا. تشكيل غريب من مدرب الزمالك، اعتمد على ناس لا يعتمد عليهم، لعيبه فاضيه. طبعا ناصر منسي كالعاده بينقذ الزمالك، وكالعاده في الدقيقه 70. هنا انا جايه اقول اولا شكرا ناصر منسي، شكرا لعيبه الزمالك اللي اجتهدوا في الملعب، خصوصا البدلاء. النهارده البدلاء انصفونا بصراحه. هايل، مبروك، بطوله صعبه خدها جمهور الزمالك يختم بيها الموسم عشان بس الجماهير تفرح. يعني البطوله دي للجمهور، لان لا يستحقها الا الجمهور، لا لعيبه ولا اداره. بصراحه اكتر ناس تستحق البطوله دي هو الجمهور اللي جه من محافظات كتيره في مصر عشان يحضر المباراه في الصيام في حر. يعني عاش بصراحه، جمهور ما شفتش زيه في العالم. الف الف مبروك لجمهور نادي الزمالك، الف مبروك بطوله كاس مصر. ان شاء الله الجاي احسن.